بس في حاجة تانية بتشتغليها يعني؟ قولي لي بس لو في حاجة تانية عندك. كل جيل بيشوف اللي بعده ضايع واللي قبله معقد. البرنامج ده بنجمع فيه كل الأفكار ووجهات النظر والخناقات دي في كل حلقة، ونحاول نفهم مين رايح فين. ازيك يا شروق؟ الحمد لله. ازيك؟ عاملة عامله ايه؟ ايه؟ انا كله زي الفل. نورانا. وانا والله لا استني، انتوا اللي منورين. انا والله العظيم منورانا. بنورك. ممكن تعرفي نفسك؟ بصي، انا بصيت اهو. قولي بقى. انا شروق رجب. بعمل ايه؟ بعمل حاجات كتير قوي. يعني انا جرافيك ديزاينر، بصور، ريل ميكر، يو جي سي كرييتور، كونتنت كرييتور، بعمل كونتنت عندي. ناوية امثل ان شاء الله في حاجات شاء كتير الله. قوي. فبدأت منين بقى؟ ان انا اصلا كنت فنون تطبيقية. دخلت فنون تطبيقية قسم جرافيك، وانا من بورسعيد اساسا بس كليتي في دمياط، فاهمة؟ والله. بس ما كنتش قاعدة في دمياط عشان انا بلعب كاراتيه، وكنت بقى في منتخب وبطل جمهورية وكده. يعني انت كل ده بتعمليه؟ مدرس فرنساوي لحد ما يجيب مدرس فرنساوي. ايوه والله، اي حاجة حطيني في اي حاجة تاني بعملها. بس فانا بقى كنت بروح وبرجع بورسعيد عشان التمرين. وبعدين بقى بعد ما اتخرجت جيت بقى هنا القاهرة على طول، اشتغلت. بدأت بقى من أول ما كنت فوتو اديتور، وبعد كده دلوقتي الحمد لله سينيور جرافيك ديزاينر، وبعمل حاجات تانية بقى اللي أنا بقولك عليها دي بقى جنب الحاجات دي. بس كده. بس في حاجة تانية بتشتغليها يعني؟ قولي لي بس لو في حاجة تانية عندك. ما احنا ممكن هيجي هفتكر كل ما يجي حاجة هتلاقيني. والله. ماشي. قدامك 4 كروت، اختاري منهم كارت وقولي لي مكتوب فيه ايه. ماشي، انا بحب المفاجآت عامة. ماشي. حدي بادي. relationship مش relationship. وعلاقتك مع ربنا. علاقتك مع ربنا ايه؟ ماشي. ايوه ماشي، حطيناها بقى كده. ايوه. بصي، انا بحس بصراحة العلاقة بين الانسان وربنا هي ما يعني بحس ان هي المفروض مش تكون mentioned. يعني انا ما بحبش ان انا ابقى ببينها او كده. وبحس ان هي بتشمل حاجات كتير، عشان انا بتعصب قوي من الناس اللي بتبقى حاصرة علاقته بربنا في حاجة واحدة، فاهمة؟ يعني الناس كلها بتبص على الشكل والمظهر وكده، مع ان انا ممكن اكون بيني وبين ربنا العلاقة محدش عارفها خالص. أكيد. طبعا انا بالنسبة لي اهم حاجة في الدنيا الواحد بيجاهد عشان يحافظ على الصلاة. يعني الصلاة دي هي حلقة الوصل بينه. انت مواظبة على الصلاة؟ يعني انا بحاول على قد ما اقدر. وبعدين كان من حلم حياتي ان انا عايزه اعمل عمره، فعملتها الحمد لله السنه دي. فده كان اتشيف. بصي، انا كل سنه بحط اتشيفمنت كده في التشيك ليست، فكل سنه قررت هبداها بسفريه. السنه دي بداتها بالعمره مع مامتي الحمد لله. الحمد لله. فانا بحب ده. وكمان انا برضو انا هقول لك حاجه. انا جايه من بورسعيد على القاهره، فالكالتشر شوك في الاول بقى، والدنيا مختلفه. ففكره ان انت تفضلي محافظه على البيزكس اللي اتعلمتيها من اهلك، والحرام صح. والحلال، خاصه ان انا شغاله في الكرياتيف اندستري. ففي يعني منتاليتيز كتير، وهتبقي انت جايه على منتاليتي مور اوبن عن اللي انت كنت جايه في منها. فالفكره في ان انت تحافظي على الباوندريز بتاعتك، وتحافظي على الليميتس اللي انت حطاها، والحاجات اللي انت اتربيتي عليها، فاهمه؟ وكلنا عشان بس ما حدش كبير على الغلط، كلنا بنضعف، كلنا بنعمل حاجات كتير. وكل الكلام ده، بس هو في رصيد من الستر. فعشان كده انا عمري ولا بحب اتريق على حد، ولا بحب حد ان هو يتريق على حد، لان انت مش مكان الشخص ده. وايا كان حد بيجي يقول لي ده فلان بيعمل كذا، بقول له انت مش مكانه، الله اعلم. انت ممكن تحط في مكانه وتعمل زيه وتستغرب انا ازاي عملت كده. فكلنا يعني ما حدش يجادج اي حد، عشان احنا في الموقف ما بنبقاش عارفين احنا بنتصرف ازاي، فاهمه؟ دي حقيقة. بس ما بتحبيش حد يقولك قومي صلي؟ انت منك لا عادي، بالعكس. يعني انا في فتره كنت بحس ان انا مع الشغل او في الشتاء مثلا في السقعه مثلا ممكن
فرض راح او كده، فاقوم مثلا ساعات اكلم واحده صاحبتي انا عارفه ان هي على طول لا ممكن تزني عليا اقوم اصلي عشان تصلي. فبحب ده. دي حاجة جميلة قوي. ايه اكتر موقف حصل لك او ظرف حصل لك وحسيتي ان ربنا واقف جنبك وبيطبطب عليكي وبيقولك انا معاكي ومش سايبك؟ والله بصي في حاجات كتير قوي انا اتعلمت ان ربنا موجود وحاسس بيا امتى. في 2018 انا كنت خلاص يعني داخله بقى المنتخب وبتاع، وعندي تصفيات داخليه قبل كل البطولات الافريقيا بقى وبحر المتوسط الكلام ده. وكنت بقى خلاص في البيك بتاعي وداخله هصفي، احنا ابطال الجمهوريه هنصفي وبتاع. قبلها ب9 ايام جالي رباط صليبي، قطع كامل في الرباط الصليبي. فانا خلاص انا بيني وبين اللي انا عايزاه خطوه. فساعتها كانت سواد بقى، وانا كنت في فنون تطبيقيه كليه صعبه في محافظه تانية. ف انا اديت في الكاراتيه كتير قوي، ربنا اداني في الحياه بره الكاراتيه، عوضني في حاجات يمكن ما حققتش اللي انا عايزاه قوي في الكاراتيه، بس اداني بره الكاراتيه. فساعتها اتقال لي جمله قولي الحمد لله بس من هنا من جوه، عشان لو قلتيها وخلاص لا. فالرضا ده صعب قوي قوي، وبالتمرين يعني بتقعدي تمرني مش اي نفسك. حد بيرضى. ففعلا قلت الحمد لله. ومن بعدها كانت حرفيا دي turning point في حياتي، لان انا كان رقم 1 في حياتي الكاراتيه اهم من اي حاجه. لما ريحت بدأت أشوف إن في حاجات تانية في حياتنا مهمة، بدأت أدخل بقى student activities في الجامعة، بدأت مش عارف إيه، بدأت أركز في شغلي الكلام ده. ورجعت يعني أنا عملت العملية وكنت بقى وعملت التأهيل وكل الكلام ده ورجعت ولعبت يا لهوي سواد. كنت كل يوم بقى أعيد. ما زعلتيش من ربنا خالص ان انتي؟ زعلت في الأول، بعدين لما بدأت أشوف بقى نتائج حاجات تانية بوادر. يعني انا كنت اصلا اروح للاستشاري كل شويه انا عايزه اعمل عمليه لان كانت متاجله بسبب الاوراق، واروح اعيط واقول له انا عايزه ارجع للتمرين مش عارف ايه، اصل انا هبدا من تحت الصفر، انا لسه اتعلم المشي. ففضلت اتاجلت 5 شهور وانا عماله اعاند، انا مستعجله انا عايزه. هو اتعملت في توقيتها الصح اللي خلاني ما عيدش السنه بتاعتي وجبت امتياز، فاهمه؟ فهو كان توقيتها. باجي بقى من ساعتها اتعلمت يعني ايه رضا، لدرجة انه اخر حاجة حصلت كان مثلا حاجة كنت عايزاها قوي وبعدين في وقت صعب ليا ما جاتش والله العظيم. يعني كانت يعني جدتي توفت من قريب ففي العزا، فحاجة في شغلي كده حاجة ما ظبطتش، رحت بس كده الموبايل وقلت يا رب الحمد لله زي ما جبتها هتجيب غيرها، خلاص بقى اتعلمت الرضا. والله تاني يوم بجد وفي دعوة بقى بحب ادعيها قوي وشغالة معايا بصراحة، بقوم وانا بصلي كده اقول يا رب يا رب لو في اشارة من الحاجة دي ان هي كويسة يا رب بص اديني اي اشارة والله. ولو وحشة خلاص بلاقي ده بيحصل، وبقوله بقى ايه في اقرب وقت يا رب بجد. بس يعني انا زمان كنت بقعد اسال هو انا دعوتي ما بتحققش ليه عشان بدعي وخلاص، انا طالما انا من هنا واثقه وحاسه فلا ببقى يعني. وبرده من الناحيه اللي بحس ربنا واقف معايا فيها قوي المساعدات اللي بتيجي من الناس ممكن تكون متعرفهاش. يعني انا مقتنعه ان كل ما بتفتح باب رزق لحد وبتساعد حد وبتشد حد معاك، وكل ما بتعلى وبتنجح بتجيب حد معاك تشده ومش عارف ايه طبعا. بلاقي انه فجأة في اوقات تانية بقى بلاقي سهلت في حاجة، حد معرفوش ساعدني، حد جاب لي شغل، حد مش عارف ايه. فدي برضو بحس قوي بوجود ربنا، ان ربنا حطني او حط بني ادم في الموقف ده علشان يساعد، فاهمه؟ الحمد لله. ممكن تسحبي الكارت التاني؟ خايفة. لا ما تخافيش. يا لهوي يا لهوي. ليه؟ ليه؟ علاقتك ايوه حبيبتك حبيبتك. انا عايزه اسمع احلى كلام. بس عايزين نريح بقى. ربعي قاعده على كنب بيتكم ربعي. ايه انت انا عايزه اسمع. بصي انا من زمان ما انا كنتش فاضيه بقى، كنت بلعب كاراتيه يعني كنت بتمرن وبعمل حاجات كتير. زمان ده اللي هو امتى يعني حضرتك؟ زمان ده اللي هو امتى يعني انت اساسا كلك دلوقتي يعني زمان، انت زمان ده اللي هو ايه اصلا؟ هقول والله من ايام يعني في المدرسه مثلا انا كنت مدركه كفايه انه اللي بيحصل ده هبل، ما كده مش هنكمل، فليه بقى نضيع في وقت بعض وبتاع. فانا عندي تمرين وعندي جدع فاهمه، خلاص دروس اروح على التمرين بالليل وخلاص. وبعدين كنت بتوتر ما في يعني لا انا عندي حاجه انا هعملها، فمش عايزه بقى الكلام ده. في تارجت في حياتك انت عايزه تحققيه؟
يعني حتى لو انا في حد عاجبني يا لهوي لو كلمني لا بجري بهرب فاهمه. بس انا اكتشفت بقى في نفسي ان انا لما لو شفت حد هقول هي سبارك، يعني هي سبارك بتيجي لان انا صعب قوي قوي احب حد. ليه بقى؟ اولا كبنت هي independent واوريدي، يعني انا كنت بحس ان انا اللي بعمله انا سابقه شويه مثلا حد قدي او كده، على الاقل كمنتاليتي. فانا واحده مستقله ماديا، مستقله فكريا، قاعده خلاص لوحدي، او يعني مع اهلي بس انا مضطره ابقى لوحدي عشان في القاهره. بس لما اجي هدور على حد، عشان انا بتسأل دايما السؤال بتاع هفرح بيكي امتى، هنفرح بيكي امتى. يا جماعه طب ما تفرحوا بيا وانا محققه حاجات كتيره، وانا هنا في البودكاست وانا مش عارف ايه. ما يا جماعه ما انا فرحانه، ما تقرفونيش. صح. فاهمه؟ بس عشان الاختيار صعب ان انا بعمل كل ده. فانا لما بدور على حد انا مش عايزه حد اتجوز وخلاص واقعد معاه، لا انا عايزه حد انا في عز ما انا قدام الناس كلها ب100 راجل وسترونج اندبندنت وومن ومش عارف ايه ومحدش يقدر يجي جنبي، ابقى معاه هو. انا ليدي، انا برنسس، حقك. فاهمه؟ فالشخص اللي انا هلاقي معاه الاحساس ده definitely هو ده، فاهمه؟ لان هو هيشوف حاجات او فيرجن مني الناس بره مش هتشوفه. انا متعوده ابقى جامده قدام الناس، مش محتاجه لحد، كل الكلام ده، متعوده اعمل كل حاجه لوحدي. فهو الوحيد اللي انا هبقى ممكن اطلب منه حاجه. هتبقي ضعيفة قدامه، بالظبط، بس هي دي. ضعيفة مش ضعف اللي هو ايوه يعني ايوه لأ يعني انت هتستقوى عليا، لأ انت ضعيفة ضعف الحب، يعني انت بالظبط. الراجل انت السند. فهي مش هتيجي غير مع حد يعني حد هو كمان طموح وفاهمه وحنين فاهم دماغي. وفاهم دماغي وهيسبورت اللي انا بعمله وكل الكلام ده. وممكن اصلا يبقى مثلا اللي بره مش عارفني شايف ان انا اكون مش هسمع كلام حد او ان انا هبقى انا اللي مسيطره وبتاع. لا طبعا انا عايزه حد هيبقى الموضوع احنا الاتنين في حياه بعض عشان احنا عايزين نبقى في حياه بعض، مش عشان انا بجبره ولا هو بيجبرني والكلام ده كله. لا انا زي ما انا هبقى عايزه ابقى ناجحه، انا عايزاه ناجح، واحنا الاتنين بنشجع بعض وبنشير مع بعض كل الحاجات دي وبنعلي من بعض عشان نوصل سوا. لان مثلا انا بسافر وبروح وباجي، اكيد ده هيبقى احلى لو مع حد انا بحبه، صح. فاهمه؟ فانا بحب المومنتس والميموريز وبحب اصور كل حاجه وكل الكلام ده. فاكيد الشخص ده هختاره هيبقى راجل بجد، فاهمه؟ مش اي حد، مش يعني في مش كفلوس بس، مش لان فلوس انا معايا فلوس، انا عامله كل يعني انا بجيب اللي انا عايزاه لنفسي. الحمد لله. طب مثلا بروح وباجي وبسافر انا بعمل ده. فانا مش هبقى عايزه حاجه ماديه قوي، يعني اكيد عايزه اكيد كلنا. بس اللي هو ايه، عايزه برضو الحته اللي قلت لك عليها ان هو راجل هيعرف بقى. وبعدين حاجه مهمه قوي، مهمه قوي، لازم يستحمل الاي كيو بتاعي والله العظيم. عشان انا يعني هتلاقيني ممكن حد خلقه ضيق مش والله العظيم هيتعصب عليا. هو بالمختصر انت عايزه واحد يحتويه، ايوه يعتبرك بنته وامه ايوه وحبيبته وكل حاجه. ايوه بالظبط. يعني انا عايزه ده بصراحه. طب يعني هو انت عايزه ولا هو فيه؟ بس عشان انا عايزه اعرف. اقعدي بقى يعني بعملي انا لي عايزه بقك بقى يعني يعني عايزه ولا هو لا فيه؟ عايزه عايزه. مش حساكي مش حساكي يا شروق. والله عايزه. طيب ما لقيتش يعني لسه لسه ما لقيتيش؟ يعني اه مفيش اي علاقه دلوقتي مع حد؟ لا بتكدبي صح؟ اصل اعتقد التوكينج ستيج مش بنحسبها. ضمن الليله يعني يوصل واحد احسن. طيب انت دلوقتي لما ترتبطي بحد، انت من البنات او من الشخصيات اللي لما بيحصل مشكلة، يعني مشكلة بينها وبين حبيبها او خطيبها او جوزها، تجري بقى تروح تحكي لاصحابها وتقعد بقى يعني تقول كل الاسرار اللي بينها وبين جوزها؟ لا والله لا، مش كل مش يعني ممكن حد واحد بس لو انا دماغي يعني انا overwhelmed. انا بحب اتكلم معاه، هو نقعد نتكلم، يعني افكر معاك، نفكر سوا. انا قلقانه متوتره انا متضايقه من كذا، نقعد نطمن بعض. بس لو انا في حاجه بالنسبه لي انا مش فاهمه وانا فعلا غلط فيها او لا، ممكن حد
قريب قوي بس من اصحابي، انما ما لا مش طب انت مش شايفه ان بحب. ده صح؟ يعني هل انت شايفه ان انا اصل هقول لك حاجه، ما انا ممكن احكي لكل الناس هو طلع شكله يقرف الكلب وبعدين يجي يصالحني فبقى انا شكلي وحش قوي ما هو ومهزقه. هو ده اصعب حاجه، ان انا بروح اشتكي وهو بيروح يشتكي وفي الاخر احنا بنتصالح والناس تقعد تشتم فينا احنا الاثنين. محدش هيبقى فاهم. طب ليه؟ ما هو فانا ده اللي انا عايزه عامه اقوله. ما بحبش اقطع مع يعني ما بحبش انهي علاقتي بالبني ادمين بطريقه وحشه. يعني حتى لو دخل في حياتي شخص او حاجه نتقابل صدف او مش عارف ايه، الدنيا تمام لذيذه. ففي ناس مش تبقى فاهمه ده. انا ما بحبش اللي هو ابقى معديه وحد كنت اعرفه وما اسلمش عليه. بس انا الناس مش هتبقى مدركه انت ازاي بتعملي كده. خلاص يعني حياه مش هتقف على دي، فاهمه؟ فعشان كده ما بحبش ان انا بقى اقعد احكي واقول الكلام ده. فطب لما انا اجي مثلا اتعامل او مش عارف ايه ده ازاي، هو انتوا رجعتوا، هو انتوا مش عارف ايه، لا ما بحبش كده بصراحه. يعني انت مقتنعه ان ما ينفعش ان اسرار حياتك بكره كده. انا وبيتك حتى تبقى قدام صحابك؟ في بيتنا دايما اقول لماما كده، احنا اللي في البيت يفضل في البيت، مم. محدش يعرف ليه حد صح يعرف مشكلنا اصلا. صح. احنا يعني حتى في بيتي اللي هنا في القاهره لو في اي مشكله، انت عارفه بقى سكن ومغتربين مم. وكده، ما بحكيهاش لمامتي ولا لبابايا. ليه؟ انا وصاحبتي هنصفى، مم. بس مامتي مش هتنسى مم. وهتفضل شايفاه كده. فانا ما اخليش حد شكله وحش قدام حد مم. خالص نهائي، مم. ما بحبش كده خالص. هنتكلم عن صاحبتك دي لا انا بقول ان جنرال، ده في كتير بقى لو عايزه احكي هحكي يعني في لا قصص. هتحكي، ما تخافيش، ماشي انت خايفه قشطة. من انها تحكي. اوكي ماشي. ممكن تسحبي الكارت التالت. ماشي. علاقتي مع اصحابي، شفتي؟ واو. شفتي عملت لك مفاجاه اهو. بصي هقول لك، انا منتشره معلش منتشره ماشي. فهتلاقي في كل حته عندي جروب. يعني في بورسعيد عندي صحابي اللي هو يعني صحابي السبوت، هم دول صحابي. هم كان هناك اسمه سبوتن، فهم صحابي احنا مع بعض جروب كبير. دول كأنهم الفاميلي بتاعتي في بورسعيد. دايما انا هناك في القاهرة في بقى صحاب الشغل، صحاب الشغل القديم، الشغل الجديد، صحابي بتوع ايسك لو انا كنت في ايسك، صحابي بتوع الورك شوب تمثيل، في كذا جروب. بس في بقى الناس اللي هي القريبة قوي، فاهمة؟ ف... فبتفرق يعني انا بتفرق لو ده حد قريب مني، بيبان في الطريقة وفي التعامل، ببقى كيرفل. وانا اصلا شخص ما مش فاضي اساسا ولا وكارف على طول، فلما تلاقيني اهتميت قوي دول ناس قريبين مني. ومن ضمن يعني الحاجات اللوف لانجوج انا بالنسبه لي هي سبورت. يعني زي ما قلت لك في علاقتي بربنا، لما حد بيساعد حد ربنا بيردها له. طبعا. انا ده بقى بحس ان انا يعني انا ممكن ما اقعدش اقول كلام حلو كتير، بس انا ممكن مثلا تلاقيني بسبورت، بجيب شغلانه لحد فيهم، حاسه ان حد عنده بوتنشال في حاجه، فاقول له انت شاطر في دي، يلا وانا هعلمك وانا هقعد معاك وانا مش عارف ايه. انا بحس ان ده kind of support و kind of my love language يعني. في سؤال عايزه اساله لك، لما جيتي تقعدي هنا في القاهره وسبتي بقى بيتك وقاعده مع ناس هنا مختلفه عنك، اهلك كان رد فعلهم ايه؟ يا لهوي، ده انا بصي انا عانيت في الحوار انا ده. هبص بس استنى اما انزل رجلي عشان هنبرد. بصي انا اصلا يعني لما اتخرجت كنت بقول لبابا بابا انا شغلي مش موجود في بورسعيد، انا شغلي في القاهره. ويقول لي ماشي وياخدني على قد عقلي. اول ما جات الفرصه بدأ بقى ايه، وهتروحي وتتبهدلي ومش عارف ايه والكلام ده. فاول ما جات لي الشغلانه، اصلا هي الفكره مش في كده، انت عندك معاناه هناك في البيت ومعاناه في الشغل. يعني انت مش قاعده في القاهره حبا في القاهره، ما انا متبهدله طبعا، فاهمه؟ بيتك هو بيتك ما بالظبط. فما بقاش انا متبهدله وبرضه يعني انتوا جايين عليا، فاهمه قصدي؟ بس هو ده حب، بس هو مش فاهم ان ده بيلود عليا انا. هو حب وخوف. بالظبط يعني انت بنت مش ولد. بالظبط. فانا اول ما جيت كان بالنسبه لي يعني لقيت شغل مش انترنشيب، شغل وبمرتب وبتاع ومش عارف ايه كجونيور. بس كنت بشتغل فوتو اديتور، يعني انا بعمل اديتس وبقص صور، ودي مش شغلانتي، عماله بضيع في ايه. ودي برضو من الحاجات اللي ربنا يعني انا استنيت وربنا اكرمني بقى الحمد لله. بعدها فضلت سنه كامله انا بقص في صور. انا اصلا جرافيك ديزاينر، وافرك
واروح لتيم الديزاينرز واروح اقول للهيد بتاعه طب اديني تاسكات انا مش هاخد عليها فلوس، اديني تاسكات اعمل معاكم اي حاجه، والف وافرك ومش عارف ايه. فقعدة سنه كامله بعمل حاجه ما بحبهاش، فاهمه؟ وفي نفس الوقت انا بعمل حاجه ما بحبهاش، مرتبي على قد بالظبط. فلما اجي اروح مثلا اخر الشهر اقول بابا عايزه مصروف، عايزه فلوس، هيقول لي طب مش انتي اللي تعمل، هو هيديني بس هيديني بقى ومعاها الكلام اللي ايه اللي هو طب اللي ما بيضايق. ترجعي، طب مش عارف ايه. هو باصص انه بنته تعبانه دلوقتي مش قادره، بس مش شايف انا رؤيتي كمان سنه سنتين انا هوصل لفين. ما انا لازم استحمل، ما انا لو كل حاجه قلت لا وهرجع خلاص كده، فاهمه؟ مش هتعملي حاجه. فكنت بقى يعني برجع كل ويك اند عارفه ان انا هسمع الكلمتين دول. واوقات كتير كنت بقعد مع نفسي، وحتى كنت اسال هنا بقى، بسال حد من اصحابي اقول لهم طب ما فيش بوادر، ما فيش امل، هل انا اللي صح ولا هم اللي صح؟ طب ارجع وخلاص ما هما، واقعد بقى افكر واعيط وبتاع يا ربي. طب ما انا كل يوم انا نفس الحاجه، انا لسه مش لاقيه شغلانه تانية، ما فيش مكان اعمل فيه بورتفوليو علشان او تاسكات اعمل بيها بورتفوليو عشان اروح ايجنسي او كده. ففضلت سنه، اول سنه في الحرب دي، لحد ما الحمد لله جالي بقى ان انا يعني مشيت من الشغل ده، بدات اهي تفتح شويه، ورحت بقى ايه جرافيك ديزاينر في ايجنسي. يعني انا كنت هموت واروحها، فاهمه؟ بس كل ده انا بشتغل، ما انا لسه بادئه، ما عنديش بورتفوليو، ما بشتغل فلوس قليله، فستيل برضو انا عماله بفشخ نفسي وعماله بدي والمقابل المادي قليل، بس ستيل انا لسه جونيور. عشان كده اي حد لسه بادئ في اي حاجه، هي ما ينفعش البريوريتي تبقى الفلوس. يعني دايما لو البريوريتي الفلوس مش هنوصل لحاجه. البريوريتي بتبقى هنا انا دلوقتي عايزه اكسبيرينس وشويه فلوس، فاهمه؟ بعد كده بنبدا ايه، انا عامله اكسبيرينس فتنزل، يبدا الفلوس تعلى طبعاً. تعلى. بعدين هتيجي وانتي اوريدي انتي تمام، الفلوس هي بريوريتي، هيجيلك بروجكت انتي اشتغلتيش عليها بكده، فهتتنازلي شويه عن الفلوس وهكذا، فاهمه؟ فدي في البروسيس خلال الاكسبيرينس الشغل. بس هو جميل ان انت عندك عزيمه ان انت تكملي. ما عنديش حاجة حلوة اوبشن قوي. اصلا، انا مش هرجع مش تاني. عند ناس كتير على فكره. ما انا اتحطيت في كميه مواقف، يعني انا مثلا وما كنتش بقول عليها عشان ما يقلقوش ويقولوا لي ارجعي، بقول بعد ما احلها. يعني انا اول سنه كنت قاعده عند صاحبتي ومامتها، لان انا كنت جايه لسه معيش فلوس ادفعها تامين وما اعرفش، مش هقعد في شقه وانا لسه في probation period، معيش البادجت اللي هي تخليني ابني حياتي على 3 شهور probation period، وانا لسه مش عارفه اصلا انا قاعده مكمله ولا لا، فاهمه؟ فكلمت صاحبتي، هي قاعده مع مامتها ولوحدهم، وقعدت عندها، استضافتني. لما جيت امشي قالوا لي لا كملي معانا وتمام مش عارفه. قعدت عندهم سنه. لما نقلت من شغلي بقى المكان بعيد، فنقلت بقى، فبدات بقى اجر. طب ما إيه، اما بدات بقى في السكن، يعني مثلا اتسرقت. يعني انت دلوقتي سبتي السكن وقاعده لوحدك؟ قاعده مع صحابي بس قاعده في مع مكان صحابك بس في مكان انت مأجره. بس على ما اوصل للمكان ده بقى، في كل نقله يعني حتى عندي على السوشيال ميديا الناس كل ما بتشوفني عارفه انه اوعي تكوني هتنقلي في شقه جديده، مغامرات بقى، فاهمه؟ فانا في وسط المغامرات دي ببقى اللي هو بعافر هناك في بورسعيد ان انا ما حدش يقول لي ارجعي، ما انا في بهدله ما حدش يستحملها. لا دلوقتي لا، دلوقتي بس عادي يعني اللي هو يقولوا لي ما انتي طفشانه، فاهمه؟ اقتنعوا بان ليه؟ لان خلاص مجتهدة. ما انا وصلت، يعني انا لسه وصلتش، انا عايزاه قوي يعني، بس اللي هو ايه، خلاص انا دلوقتي. يعني انا لو كان حد قال لي ان انت من 5 سنين ان انا واحده من بورسعيد ما تعرفش اصلا يعني ايه فوتوشوب، يعني دخلت كده فنون تطبيقيه، دخلت قسم جرافيك عشان بيروحوا بدري اساسا، فما عشان اروح اتمرن اعرف اتمرن. لو حد قال لي ان انا دلوقتي هبقى انا بعمل كل ده، يعني سينيور جرافيك ديزاينر وبعمل كونتنت وبتعامل مع براندز كبيره وبحضر ايفنتس كتير ان شاء الله، جميل. وان انا هنا اصلا النهارده، انا مش هصدق سنك صغير. ما يعني الحمد لله وعملتي كل ده الحمد لله. بصي انا دايما بشوف ان البنات عندها عزيمه وقوه اكتر من الشباب. انا مش منحازه للبنات، بس يعني مع النماذج اللي انا شفتها، لا البنات عندها عزيمه وقوه اكتر من الشباب بكتير. لا وفي يعني في وقت اول 3 سنين مثلا 4 سنين، يعني انا قاعده هنا بقى 5 سنين، دي لسنه 5. اول 3 سنين والله العظيم لحد اخر الشهر انا ببقى ماشيه بكوينز، عشان بقى انا فاهمه مش هركب اوبر النهارده، مش عارفه الكلام ده، الحمد لله. لا في دلوقتي مثلا بجيب ميك اب او مش عارفه ايه او كده من براند، يا ده كان حلم بالنسبه لي ان انا سافرت كان حلم حياتي اركب طياره. سافرت سفريه لوحدي، سافرت دبي وطلعتها بفلوسي، جبت موبايلي كان ولابتوب بتاعي بفلوسي الحمد لله، جميله قوي. فاهمه؟
فده انا ببقى خلاص بقى انا بدات اثبت اللي هو مثلا خلاص بابا يقول بابا دلوقتي خلاص مقتنع، فاهمه؟ اللي هو الناس بقى هم فخورين بيا، مش عارف ايه الكلام ده ايه ده، الدنيا بقت ايه لذيذه يعني، الحمد لله يعني. الحمد لله. بس زي ما بقولك مثلا في السكن اللي هو مثلا اتسرقت مره، اتطردت مره، مش عارف ايه كل الكلام ده، ورحت القسم مثلا، كل الحوارات دي والله العظيم كل الحوارات دي اهلك ما يعرفوش عنها بقى حاجه. يعرفوا بقى بعد ما احلها، فاهمه؟ يعني انا كنت عشان لو ساكنه اصلا ما كانوش عارفين هيعرفوا دلوقتي في الحلقه. لا خلاص ما يا لهوي لا، ما انا قلت لهم بقى، ما انا ما قلتكيش، ما انا طلعت في صدى البلد لقيتهم كنت الله عامله أكبر. فلوج بقى عن القصه دي، فراحوا ايه طلع في التلفزيون. ما شاء الله والله عليكي، ده العظيم انتي بصي عندك اكشنز كتير قوي. لما جيتي من بورسعيد حسيتي ان في فرق بين بورسعيد والقاهره؟ لايف ستايل، الناس، المجتمع بقى، كل حاجه والله العظيم. الاتيتيود. انت مش فاهمه، لا بجد انا هنا حاسه الناس بتجري، الناس هنا بتجري، وهناك الناس رايقه لا بجد رايقين وبراحتنا، وبنصحى الساعه 12 واحدة نفتح بقى المحلات، يعني 6 الصبح دي مش تلاقي مخلوق في الشارع هنا، عشان كده بتبقى اعصابهم هاديه. لا رايقين وعشريين قوي بقى، وتلقائيين، واللي هو وتخلصي تعملي حاجه واثنين وثلاثه في اليوم. كنت بقى والله العظيم كنت مرن الصبح، وبعدين اروح الكليه، وبعدين ارجع واتمرن تاني، وممكن اتمرن يعني تمرينه ثالثه، وانزل اقعد مع صحابي. لا بجد هنا بقى ناس بتجري، وما كنتش لاحقه، لدرجه ان انا كنت فاكره ان انا يعني انا اللي بقيت فاشله، فاهمه؟ انت فيك حاجه غلط. وكلم صحابي اقول لهم يا جماعه هو انتوا ازاي يعني بتعملوا كذا حاجه في نفس اليوم؟ بعدين المسافات بقى، يعني اوبشن الخروج، انا في بورسعيد مثلا ما بنسالش يلا نخرج يا جماعه، لا انتوا فين، انا جايه، فاهمه؟ لكن هنا لا، دي محتاجه تخطيط طبعا. الناس هنا سريعه قوي، فانا بقى فضلت فتره متشعلقه، باجي هنا بجري، وهناك رايحه ايه يا جماعه البطء ده، انا زهقت. والمسافات بعيده هنا هناك انت عارفه التاكسي عندنا هو تاكسي واحد ب25 جنيه، والله زي عندنا في طنطا، اقسم بالله. بجد ده احنا زمان كانوا بياخدوا جنيه. ما احنا زمان برضو كان ارخص من كده، بس لو بلف و2 جنيه. والله لا، بس يعني بجد عندنا هو التاكسي في كل حته هنا. انا فلوسي رايحه على اوبر، طبعا. وبتجمعي المشاوير في منطقه واحده في يوم واحد، فاهمه؟ الحاجه برضو اللي انا بجد انا تلقائيه فوق ما تتخيل، يعني مش محتاجه اوضح، فما بفكرش 3 ثواني. يعني بالنسبه لي ان الشخص اللي هيقول لي ايه ده جايب لي فطار او شوكولاته، ده شخص جميل خلاص. ده اول ما جيت انا خلاص اتعلمت والله العظيم، اول ما جيت كنت كده. في حاجات كتير محتاجين ان احنا نقف عندها ونفكر. ما انا هقول لك اهو، انا اول ما جيت بقى كنت بالنسبه لي خلاص انا مش محتاجه، اصل انا هناك زي ما بقول لك صحابي الجروب بتاعي احنا مع بعض عارفين دي شروق، مهما عملت اي حاجه مش تبقى ويرد، اللي هم عارفين دي شروق اكيد مش قصدها، دي شروق تلقائيه عادي. هنا بقى اول ما جيت انا مضطره اشرح مين انا، ان ده انا، وان انا مش قصدي، وكل حاجه مضطره ان انا اخلي بالي ان الشخص ده مش سالك، فانا مضطره اقول كذا مش عارف ايه. انت بقى في كوميونيتي شغل بجد، فاهمه؟ فكان الناس اصلا بتبص لي بصه غريبه، انت ازاي بتاخدي على الناس هنا بسرعه، وانت عادي عرفتي كذا مش عارف ايه، انت فاهمه قصدي؟ يعني مثلا كنت في الشغل اقول لهم طب تعالي بورسعيد، واقول للبنت تعالي بقى عندي هفسحك في بورسعيد، نزلهم ايه ده، فاهمه؟ فبدات بقى هنا انت لازم تفكري، ولو مثلا وفي الشارع، وتفكري في كل بني ادم، وتفكري في اي كلمه تقوليها، وتبقي متدردحه شويه بقى، مش تلقائيه والكلام ده. وانا الموضوع ده كتير على مخي، مش قادره. ماشي، هو كتير على مخك، بس انتي علشان كنتي لسه داخله دنيا جديده وحياه جديده. ايوه، ما انا اتسرقت بقى، ما انا اتسرقت. مصدومه ايه الناس دي مش أيوة. عندنا. احنا هناك مثلا، يعني انت بس اسوأ حاجه هتحصل في بورسعيد ايه؟ ما 10 دقايق بعيد عن البيت هكلم بابا يجي ياخدني بس كده. واي حاجه تحصل في بورسعيد كلها بتعرفها. انما هنا اوضه الشرق والغرب والجنوب، فالدنيا الدنيا صعبه. لا هنا قعدت فتره ان انا اعرف اواكب ما بين الاثنين، وكنت بقى لو عدى اسبوعين وانا ما رجعتش بورسعيد حاسه دي نفس بقى، انا عايزه ريحه البحر بجد. مش عارفه الناس هنا عايشه من غير بحر ازاي. انا كمان مش عارفه. على فكره بقى، يعني مش انتي بس اللي عندك بحر، انا طنطاويه وعندنا شارع اسمه شارع البحر. هو كان بحر، احنا يعني طرح البحر يعني بقى كان بحر ترعه يعني، وهدوه بقى شارع البحر عادي برضه. ايوه، لا اصل مثلا انا فعلا كل ما بتخانق بقى اما برجع بورسعيد اروح اقعد على البحر، مفيش احلى من البحر. والمعديه بقى وتاكلي السمك على البحر.
بصي انا واصحابي بنروح نجيب بقى السمك ونقعد بقى في الكافيهات اللي على البحر دي جميلة. خطيرة. خلاص يعني انا لما اه هجيلك والله انت العظيم. هتاكليني على البحر بس حبيبتي انت والله. اه ممكن تاخدي الكارت الاخير؟ علاقتي مع اهلي بموت فيهم طبعا. يا روحي انت ربنا يخليهم لك. بصي احنا مش شبه بعض خالص. انا بتموتي فيهم وانتم مش شبه بعض بس ازاي؟ خالص خالص يعني انا بالذات العيلة حاجة وانا حاجة، فاهمة؟ عندك اخوات؟ عندي اخ اصغر مني ب11 سنة. مش شبهي خالص برضه، لا شكلا ولا موضوعا والله العظيم. مش انا بقول لك الصبيان غير البنات. والله دول دماغ ودول دماغ تانية. فلا يعني، بس انا بقى انا مقدره ده ان انا بروح وباجي وبسافر، وهما برضو مش بيشوفوا كل الحاجات اللي انا بشوفها. بس بحاول بقى يعني لما يبقى في حاجه اقوم مثلا احاول اشدهم معايا فيها، مش عارفه ايه كده، بحاول اقرب المسافات يعني. بس انا يعني في التمرين مثلا بابايا هو اللي كان بيشجعني على كل حاجه. يعني انا افتكر مثلا في مره اول بطوله جمهوريه ليا رحت خسرت، ما طبيعي انا اول بطوله جمهوريه ليا، رجعت بقى مكتئبه وقلت له لا انا هبطل. فوالله العظيم قال لي، هو ممكن مبقاش فاكر الكلام ده بس انا فاكراه يعني. ايوه فهو قال لي بصي ما عنديش مشكله تبطلي، بس بطلي وانتي مبسوطه مش وانتي خسرانه. والله العظيم انا تاني يوم كنت في التمرين خدت عهد على نفسي انا كل يوم هنزل اتمرن بجد. ماما بقى ما كانتش بتحب الكاراتيه، يعني انا وماما واحنا زمان صغيرين مختلفين في كل حاجه. لما بدات بقى اشتغل ومش عارف ايه وكده، بدا ان احنا ايه تبقى تفهم اللي انا بعمله وتفهم انه فعلا الكاراتيه ده اصل هي برضه يعني انها كاراتيه وبنت ومش عارف ايه. فبدات تفهم انه لا ما هو اصل سبب اي حاجه سواء الطريقه اللي بكلم بيها مش عارف ايه كل الكلام ده، ما هو الكاراتيه من وانا صغيره بتعامل مع ناس بسافر يعني انا مقتنعه ان اي شخص رياضي الكاركتر بتاعته مختلفة عن أي بني آدم عادي، لأن أنت واخد المسؤولية من وأنت صغير. يعني أنت مسؤولية من تمرينك، أنت عندك بطولة، عندك ميزان. أنا طول حياتي بخسس عشان عندي ميزان. كل الكلام ده فدي مسؤولية باكج. أنت بتنظم دروسك وجامعتك وكل حاجة على تمرينك، انت مش هاوي. انت بتتمرن مثلا فتنس وبتتمرن برايفت والتمرين اللي مع النادي وكل الكلام ده، فانت شايل مسؤولية. فأي حاجة أنا فيها يعني لما باجي أقدم على أي انترفيو يقولوا لي شخص شايل المسؤولية دي هيبقى قد المسؤولية دي في الشغل. فاهمة قصدي؟ فبتنمي سكيلز. فماما ما كانتش مدركة ده زمان، ما كانتش بتحب الكاراتيه، بس بعد كده بدأت تفهم انه ان لا يعني انتي كنت صح. فاهمة؟ ربنا يخليهم لك يا رب. يعني هما دلوقتي الحمد لله يعني اكيد هيشوفوا الحلقة دي اكيد مبسوطين طبعا وهيبقوا فخورين بيك. والله يعني هو انا عن نفسي فخوره بيكي. شكرا والله العظيم بجد والله العظيم فخوره بيكي. والله. اصل بصي يعني ماما مثلا بتقعد تقول لي ايه اما اروح في اي حاجه تقول لي ابعتي لي الصور عشان اوريها لاصحابي. ابعتي لي يا حبيبتي ربنا يخليها لك ويخليكي بابا يا رب. ويعني يحفظك ويسترها عليكي دايما دنيا واخره يا رب والله. يعني انا بصي انا يعني لو هشكرهم على حاجه هشكرهم من الثقه، انه مش اي اهل بتسيب بنت بالذات تغترب. اكيد. بس عشان هي الثقه كانت متبادله، انا مدياهم احساس ان انا في اي موقف. يعني اول سفريه في حياتي لوحدي بعيد عن الكاراتيه كانت بخناقه. بابا مش مقتنع ازاي تروحي تباتي عند واحده ما اعرفهاش، خناقه. بس واحده واحده انا بدات في مواقف بتحصل انا بسد. فبابا بقى دلوقتي اللي هو ممكن يعني لو في حاجه هيعتمد على حاجه يتصل بيا انا. فاهمه؟ هو خلاص انا عارفه ان انت تتصرفي. خلاص بقى في ثقة متبادلة. فدي اتبنت واحدة واحدة. في أهل تانيين وأهل ناس صحابي وبتاع لو اتشقلبتي مش هيوافقوا. فأنا بحمد ربنا إنه يعني احنا مش open ولا احنا extreme قافلين. واحدة واحدة برضو باجتهاد مني وزن وعيت ومش عارف ايه وبتاع على ان هم بيلينوا شوية. يعني دي الحاجة أشكرها عليهم، ان هم ممكن يكون هم ما بيحبوش السفر ما بيسافروش او مش عارف ايه، بس مش بيمنعوني من ده. بس مثلا مع اخويا بيقلقوا. فاهمه؟ على حسب الشخصيه برضو يعني. بس لا يعني هم غير كده بصراحه. لو هم اصلا ما كانوش سابوني وكانوا مثلا عملوا زي ناس تانية ممكن اعرفهم لا وخلاص ما كنتش هوصل لده. فاهمه قصدي؟ فانا يعني مهما حصل اللي هم الكومفورت زون بتاعتي.
فاهمة. يعني وانا برضو بحاول اللي هو ايه اساعد، يعني اخويا بحاول اشده معايا في المجال بتاعي عشان لما يجي شغل يبقى معايا ومعاه، اللي هو بحب ان انا في حاجات ممكن انا ما كانتش عندي بفكر بطريقته، احب اللي هو لا انا لو مكانه هبقى عايزه كذا فاديها له، اقول له اعمل كذا، فاهمه. ربنا يخليكم لبعض، نوروني. ميرسي. الفقرة دي أنا بحب فيها جدا كل حد يخرج اللي جواه. يا شو انا حبيت اللايت قوي، بس انا بقى احنا نريح بقى كده. ايوه اقعدي رفعي بقى. اصل انا بصي بيقعدوا عندي في الشغل يقولوا انتي بتقعدي كده ازاي وبتاع، وجايبين المفروض كراسي مريحه. عندي ADHD، هم جايبين كراسي مريحه فالمفروض اقعد عادي زي البني ادمين فهم هم بقى ايه. ففي مره قلت لهم وروني كده شكلي وانا قاعده، قلت لهم بصراحه عندكم حق، ده مش قاعده بني ادم عادي يعني. فانا تلاقيني على طول قاعده بقى بفرك كده. الفقره دي عايزاكي تخرجي كل اللي جواكي من غير اي حواجز. عايزاكي تتكلمي كانك واقفه قدام المرايه وبتكلمي نفسك، كانك ماسكه ورقه وقلم وبتكتبي كل اللي جواكي، وبعدين هتقطعي الورقه وهترميها. بس انا مش هنرميها بعد الساعه 12. ماشي. عايزه اعرف بقى انتي ايه اللي بيدور في دماغك. مفيش مخلوق يعرف عنه حاجه. خليني اكون محدده معاكي اكتر. هسألك سؤال، يعني هو بالنسبه لي السؤال ده يعني combined شويه. ايه اكتر حاجه بتخافي منها؟ ايه اكتر حاجه بتشغل تفكيرك؟ ايه اكتر حاجه بتتمنيها؟ مش اكتر حاجه بخاف منها ان حد من اهلي او حد بحبه قوي ممكن يروح او حاجه يعني. ودي حاجه لسه مره بيها من قريب. ان جدتي دي يعني هي اللي مربياني وكنت عايشه معاها طفولتي، فما كانش عندي استيعاب اصلا لفكره ان هي خلاص يعني مشيت، او المكالمة اللي فيها دعوة كل يوم دي مش موجودة يعني. كل ده لسه مش مستوعباه. فأنا خايفة، بخاف أي حد بحبه الناس السيركل القريبة إن ده يتكرر تاني. مش هستحمله يعني، لأن أنا صعب بحب حد، فلما أحب يعني بحب الناس اللي حواليا بحبهم قوي، فبخاف يعني ساعات حتى لو مش أهلي الناس اللي حواليا ساعات بخاف أتاتش لأي حد عشان بخاف من البعد، من الفقد عموما جدا جدا يعني. تاني حاجة انه الحاجة أكتر حاجة بتشغل اللي جاي شغلي لان انا يعني انا وانا نايمة ببقى نايمة عادي، دماغي بتفكر في تاسكات، بتفكر في شغل، بتفكر في انا هعمل ايه. انا ساعات اصلا بنام واصحى بفكرة يعني. دماغي متسيستمة على ده، خايفة ما وصلش للي انا عايزة اعمله في حياتي. انا لسه استيل يعني ممكن اكون بالنسبة للناس انا عاملة حاجات كتير، بس بالنسبة لي انا لسه ما عملتش حاجة. انا اصلا بقعد افكر هو اللي انا فيه دلوقتي هل انا ده اللي انا عايزة اكمل عليه يعني؟ هل انا عايزة طول حياتي افضل ديزاينر، افضل ورا الشاشة؟ بعمل حاجات تانية كتير عشان لسه انا لحد دلوقتي لسه مش عارفة عايزة اطلع ايه لما اكبر والله. فلا يعني انا بدوس في حاجات كتير عشان انا لسه انا مش عارفة ايه اللي هيحصل، وكل ما بحقق حاجة انا عايزة حاجة تانية يعني. ده دايما شغل تفكيري. ما بخاف قوي من، وبرضو من الحاجات اللي انا خايفة منها هي ان انا اكمل حياتي لوحدي. مش عايزة اكمل حياتي لوحدي. ايه اللي بيخلي ده يجي في تفكيرك اصلا؟ عشان زي ما قلت لك حوار الاتاتشمنت وحوار ان انا صعب يعني انا لسه مش متخيله ان في حد اقول انا هو ده اللي هكمل حياتي معاه خلاص كده. اختيار صعب قوي. طب ان انت حد هتبني معاه حياتك خلاص انت اتدبستي وهو اتدبس وكل حاجه، فموضوع مرعب بالنسبه لي. وطب هو الشخص الصح؟ طب هو يستاهل؟ طب انا حياتي هتتغير وهو حياته هتتغير، هنفضل برضو مع بعض؟ فانا خايفه ان ده ان انا افضل لوحدي. ما انا برضو عايزه اعمل، انا بحب السبورت وبحب العيله ومش عارفه ايه، فدي حاجه بتخوفني برضو اوقات وبتشغل تفكيري يعني. كل دول بفكر فيهم، بس الحاجات اللي هي الشورت تيرم هي شغلي، ببقى بفكر
في شغلي وهعمل ايه، ودايما لازم اطور نفسي. لو انا قاعده بعمل كذا حاجه اعمل كذا وكذا وكذا، ده عندي حاجه على طول في دماغي. هل جه مرة في تفكيرك إن ممكن بابا أو ماما يقولك لأ ارجعي مفيش شغل تاني هناك؟ مش هرجع. ما هي كانت بتتقال، بس انا لا بس انا المرة عنيدة. دي بقى اتقالت، ودي بقى يعني واضحة وصريحة. مش هرجع، لا مش هرجع، مش هينفع. مش هينفع 5 سنين من حياتي بعمل كل ده وارجع. مش هسيب كل ده وامشي، انا كده برجع لورا، لا استحالة. وبعدين يعني انا شايفة ان اللي بيحب حد هيسيبه يحقق اللي نفسه فيه. انا مش طالبة حاجة في حياتي غير ان انا عايشة مبسوطة فخورة باللي انا بعمله. يعني دي حياة بسيطة، ما بحبش الحياة الكومبليكيتد، ما بحبش الناس اللي انا مضطرة حتى في حياتي ما بصاحبش ناس مضطرة اقعد افكر وانا بتعامل معاهم. لا الحياة بسيطة جدا، ليه نقعد نبلان ونشوف ده هيفكر ازاي وده يعمل ازاي؟ ما بحبش كده. شروق عامله لك مفاجأة. انا بحب المفاجآت عامة بجد؟ انا كمان بحب المفاجآت، نفسي حد يعمل لي مفاجأة. اعمل لك والله. تيجي نشوف المفاجأة؟ يلا بينا. الو، ازي حضرتك؟ الله يخليكي. وعليكم السلام، اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله الحمد لله. انا شروق معايا في البرنامج وعايزه حضرتك توجه لها كلمه. شروق بنتي؟ طبعا بنتك. ده هي وحشاني. وانت كمان وحشني. انت كمان يا بابا. الله يخليكي يا فندم. شروق عشان اتكلم عليها ده عايزه كتاب لوحدها. يا لهوي. يا عسل. شروق ما شاء الله عليها. يعني شروق اصلا انا مربيها من صغرها وهي يعني بتعتمد على نفسها، عندها طموح وطموحها ملوش حدود يعني. ما شاء الله. فهي ما شاء الله اللي هي فيه ده يعني وصلته بمجهودها يعني. الحمد لله. تدعيم يعني طبعا مني، بس هي ما شاء الله مش محتاجه يعني اي تدعيم يعني. يا لهوي شكرا يا بابا. عندها ثقة في نفسها، عندها طموح من صغرها، وطبعا كانت بتلعب لعبة رياضية الكاراتيه، ده برضه مخليها يعني ايه اللي هي يعني ثقة في النفس بتبقى زايدة شوية. طبعا. عندها علاقات كويسة بناس كويسة، فهي وصلت يعني هي وبعدين راحت القاهرة لوحدها. أنا بثق فيها يعني عامة يعني. والله قلت كل ده لأن أنا واثق في قدراتها وواثق في دماغها يعني. هي قالت كل الكلام ده على فكرة، قالت ان انت واثق فيها جدا وعشان كده سفرتها. طبعا ده حبيبتي شو. ربنا يخليك ليا ربنا يا بابا. يخليها لك يا رب ويخليك ليها. ربنا يخليك يا فندم. انا ميرسي جدا. شرف لينا ان انا سمعنا صوتك. الله يخليك، والله هو شرف ليا ان شروق قاعده معايا في البرنامج وان انا كلمت حضرتك. ربنا يكرمك يا رب ويخليك. الله يخليك، ميرسي قوي. خلي بالك منها بس. تقلقش معايا. عشان دي حبيبه ابوها دي. ما تقلقش في حبيبي عينيا. يا بابا، ربنا يخليك ليا يا رب. الله يخليك، بسلامة الله. شكرا، الف سلامه، مع السلامه. مع السلامه. لا انا مش متوقعه خالص. والله العظيم دي احلى حاجه حصلت لي في حياتي عامه والله. اصل مش فاهمه، احنا الكلام الحلو ده بيبقى صعب يتقال في الطبيعي. فانا المهم انها تكون عجبتك جدا والله العظيم، كنت محتاجاها يعني يا حبيبتي انتي. شكرا. انا مبسوطه ان انت كنتي معايا، وانا مبسوطه والله جدا. اتشرفت بيكي، فخوره بيكي بان انتي نموذج مجتهد وعنده عزيمه احسن من ناس كتير جدا في الجيل ده. فانا مش قادره اقول لك يعني والله انا بحبك جدا. وانا كمان حبيبه قلبي. ميرسي يا حبيبتي. and cut.